الاستخبارات المغربية تكتسح رغبة ملحة من البرتغال. الخارجية الجزائرية تبع الشعب من أجل شراء مواقف أوروبية. سويسرا رسميا تدعم المغرب وتشدد على تماسكه. تبون يترك لعنة بعد زيارة موسكو وانقلاب كبير داخل روسيا. في خطوة هامة لتعزيز التعاون الأمني بين المغرب والبرتغال، قاد عبد اللطيف حموش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وفدا أمنيا رفيع المستوى في زيارة عمل إلى البرتغال، واستغرقت الزيارة يومي الأربعاء والخميس وشهدت عقد مباحثات مثمرة مع عدد من المسؤولين البرتغاليين. وخلال هذه الزيارة تم التركيز على تعزيز التعاون الأمني بين البلدين في مجالات مختلفة، ولا سيما في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة التي تعبر الحدود، حيث تم عقد لقاءات مثمرة مع السفيرة ميرا غاراسا غوميز الأمين العام لنظام المعلومات بالجمهورية البرتغالية، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية أديليو نيغا داكوروز، وكذلك المدير العام لجهاز الاستخبارات الاستراتيجية للدفاع كارلوس لوبيز بيريز. وتناولت المباحثات تقييم الوضع الأمني على الصعيدين الإقليمي والدولي والتهديدات الأمنية المختلفة والمخاطر التي يواجهانها ضفة البحر الأبيض المتوسط نتيجة تصاعد النشاط الإرهابي، حيث تم التأكيد على أهمية تعميق التعاون الأمني بين البلدين. ووفقا للبيان الصادر عن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فإن هذه الزيارة تأتي لتعزيز التعاون الأمني بين البلدين وتوطيد التنسيق الاستخباراتي في مجال مكافحة التهديدات التي تهدد أمن البلدين. ويعكس هذا التوجه الرغبة المشتركة في تصدي للتحديات الأمنية والحفاظ على سلامة الشعبين. وبهذه الخطوة يؤكد المغرب والبرتغال التزامهما بالتعاون الأمني والعمل المشترك في مكافحة الجريمة والإرهاب. ويأمل البلدان في تعميق العلاقات الثنائية وتحقيق تقدم ملموس في مجال الأمن، وذلك في سبيل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. ويشير هذا اللقاء البناء إلى الروابط الوثيقة بين المغرب والبرتغال، وتعزيز التفاهم والتعاون الأمني بين البلدين سيسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وحماية المصالح المشتركة. بعد الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى موسكو، التي قول فيها بوتين ما لم يقل بخصوص قضية الصحراء المغربية، بدأ أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري الاثنين الماضي جولة أوروبية مشبوهة تقوده إلى كل من إيطاليا وصربيا وألمانيا. بيانات الخارجية الجزائرية بشأن لقاءات عطاف مع مسؤولي هذه الدول الثلاث لا تكاد تخلو من إقحام لقضية الصحراء المغربية في محاولة للتأثير على مواقف العواصم الأوروبية بشأن هذه القضية، خاصة إيطاليا التي نسفت قبل أسابيع الدعاية الجزائرية فيما يتعلق بافتتاح فرع قنصلي لها بتندوف الذي اعتبرته الجزائر حينها دعما صريحا لموقفها، قبل أن تخرج روما بتوضيح تؤكد من خلاله تقديرها لجهود الرباط لتسوية عادلة لهذا النزاع المفتعل. من جهتهم سجل متتبعون أن هذه الجولة الأوروبية التي جاءت مباشرة بعد لقاء الرئيس الجزائري بنظيره الروسي في موسكو تعكس ارتباكا واضحا في النشاط الدبلوماسي الجزائري وتخوف النظام الجزائري من فرض عقوبات عليه ردا على التقارب مع روسيا. عصام العروسي مدير مركز منظورات للدراسة الجيوسياسية والاستراتيجية قال إن الجولة الأوروبية لعطاف جاءت كرد فعل على النجاحات المتتالية للدبلوماسية المغربية في حشد الدعم للخيارات الواقعية التي يطرحها المغرب لحل النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.
وأضاف المتحدث أن هذه النجاحات إضافة إلى القرارات الأخيرة لكل من القضاء البريطاني والقضاء الفرنسي ثم المواقف العربية المؤيدة للمغرب في اجتماعات للجنة الرابعة للأمم المتحدة كلها مؤشرات تعمق من عزلة الجزائر التي بدأت أطروحتها في فقدان زخمها. وبالتالي فإن جولة عطاف تأتي لاستدراج بعض الدول الأوروبية والتأثير على مواقفها من قضية الوحدة الترابية للمملكة. وحول دعم الجزائر للوحدة الترابية لصربيا مقابل استمرار رعايتها للجبهة البوليزاريو الانفصالية، أوضح العروسي في تصريح إلكتروني أن الخطاب الجزائري في هذا الإطار يتميز بالازدواجية والتناقض الصارخ، ذلك أنها تدعم مبدأ وحدة أراضي الدول في العديد من مناطق باستثناء الوحدة الترابية للمملكة التي تصر عليها على اعتبارها قضية تصفية استعمار. وتابع العروسي بأن هذه المواقف المتناقضة تؤكد أن قضية الصحراء المغربية أصبحت الشغل الشاغل للسياسة الخارجية للجزائر، وأن هذه القضية أصبحت تحكم كل تحركات دبلوماسية هذا البلد. لذلك كانت الصحراء الشرقية المغربية هي هنا من أجل الجزائر فقط، هذا البلد فقط، مضيفا أن الأمر تطور ليصبح عقيدة مترسخة لدى النخبة العسكرية والمدنية الحاكمة في البلاد، إلى درجة أن اختيار رؤساء وزعماء الأحزاب السياسية في الجزائر يتم بناء على درجة العداء إلى المغرب والولاء لهذه العقيدة التي يعتبر الخروج عنها وانتقادها خيانة عظمى. وصفحة الصحراء الشرقية المغربية هي أيضا خائنة إذا ما استبعدت موضوع الجزائر والرئاسة الجزائرية وشنقري حوثبول، لكن حتما أي منشور سيكون موضوع ينصب أيضا على الجزائر، وهذا البلد بلد مليون شهيد هو قضيتنا الأولى. لذلك نؤكد أن الصحراء الشرقية مغربية. تحية للمغاربة وتحية لحركة تحرير جنوب الجزائر أو ما يسمى بجمهورية زواد، وتحية لجمهورية القبائل الأمازيغية بقيادة فرحات مهني. لنعود إلى النبأ والخبر. وخلص المتحدث عينه إلى أن الجزائر تؤكد في كل مرة أن تحركاتها الدبلوماسية وخطابها السياسي المعادي لكل ما هو مغربي هو خطاب بعيد كل البعد عن الواقعية السياسية والتعامل الجيد مع الواقع الإقليمي والدولي الذي يميل لصالح المغرب، في حين تصر الجارة الشرقية على خطابها الذي يطغى عليه أيضا البعد الأيديولوجي. من جهتها أورد إدريس قاسيم باحث في السياسة الخارجية والعلاقات الدولية أن الجولة الأوروبية للمسؤول الجزائري التي تمت بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون تأتي في إطار محاولة قصر المرادية استرضاء الدول الأوروبية التي لم ترقها كثيرا الزيارة الأخيرة للرئيس الجزائري لموسكو التي تعرف علاقتها مع الغرب توترا كبيرا على خلفية الحرب في أوكرانيا. وأضاف المتحدث ذاته أن الطرف الجزائري يخشى أن تتم قراءة لقاء تبون مع بوتينغ على أنه اصطفاف ودعم جزائري للمواقف الروسية بشأن أوكرانيا، وبالتالي فرض عقوبات على الجزائر، خاصة أن الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية بات يحسب بشكل دقيق وحساس مختلف المواقف والتصريحات المرتبطة بالنزاع الأوكراني، بل ويقيس تحالفها مع الدول على أساس هذه المواقف. وخلص قاسم في تصريح اطلعت عليه الصحراء الشرقية المغربية إلى أن هذه الزيارات المتقطعة أبانت عن ارتباك واضح وعدم توازن في النشاط الدبلوماسي الجزائري، موضحا أن ما يثبت حالة الارتباك هذه هو إصرار الجزائر على إطارة قضية الصحراء المغربية في كل نشاط دبلوماسي في الداخل والخارج، وهو ما يدل على أن الدبلوماسية الجزائرية تعيش أزمة أولويات وأزمة تقدير للرهانات الحقيقية التي يجب أن تشتغل عليها في الواقع.
قال وزير الخارجية السويسري إغناسيو كاسيس اليوم الجمعة بالرباط إن بلاده تؤيد مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب كحل لنزاع الصحراء، مشددا على أن الأوان لإيجاد حل سياسي متوافق عليه للنزاع الذي عمر طويلا. وقال كاسيس في لقاء صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية جمعته بناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن سويسرا تؤيد مخطط الحكم الذاتي وتعتبر المقترح المغربي مبادرة ونقطة إيجابية لإيجاد حل لملف الصحراء. وأضاف أن بلاده تعرف وتقدر أهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، متعهدا بأن تعمل من داخل مجلس الأمن ووفق القانون الدولي على الدفع من أجل إيجاد حل وتسوية للملف. وزاد كاسيس موضحا أن الأوان أن تتم تسوية وإيجاد حل هذه الإشكالية التي تؤثر على شمال إفريقيا، مشددا على أن سويسرا تقدر أهمية المجهودات الجادة والموثوقة التي يقوم بها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي للقضية. وبخصوص العلاقات الثنائية بين البلدين، أكد وزير الخارجية السويسري أنها قوية وتشهد دينامية جديدة تحافظون على تطويرها في المستقبل، معتبرا أن حصيلة التعاون بعد الاحتفاء بالذكرى المئوية للعلاقات قبل عامين إيجابية جدا. وأكد أن سويسرا هي 10 دولة تملك استثمارات في المغرب، إذ لدينا أزيد من 50 مقاولة سويسرية تشتغل في قطاع الصناعات الغذائية والزراعة والصناعة الكيميائية. وأورد المسؤول السويسري أن البلدين نجحا خلال مدة قصيرة في بلورة تعاون ثنائي منتج ومثمر سيتيح لهما مواجهة التحولات الاقتصادية والجيوسياسية التي يعرفها العالم المتسم بالأزمات وانعدام اليقين. كما نوه بالدور الملتزم للمغرب كقطب للاستقرار والنمو في إفريقيا، مشيدا بانخراط المملكة الإيجابي في الملف الليبي من خلال مفاوضات صغيرات وإيجاد تسوية سياسية، مشيرا إلى أن سويسرا تلعب دورا إيجابيا من أجل إرساء السلام في ليبيا. المسؤول السويسري أكد كذلك أهمية التعاون مع المغرب في مجال الهجرة، معلنا أن وزارة بلاده المكلفة بالقطاع ستقوم بزيارة إلى المغرب في الأشهر المقبلة من أجل التشاور وبحث التعاون في هذا الملف، معبرا في الآن ذاته عن تأييد بلاده للإصلاحات المهمة التي تمت في المغرب من أجل إرساء مجتمع دينامي اقتصادي تحت قيادة الملك محمد السادس. من جهته ثمن بوريطة ما سماه الموقف البناء والإيجابي لسويسرا في قضية الصحراء المغربية وإشادتها بجهود المغرب وإشارتها إلى مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب سنة 2007. وأكد أن المملكة تعتبر أن سويسرا من خلال تواجدها في مجلس الأمن سيكون له دور إيجابي للدفع بحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي طال أمده في إطار الأمم المتحدة ومجهودات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ماستورا. وشدد بوريطة على ضرورة العمل على تعزيز الشراكة الثنائية بين المغرب وسويسرا وتقوية الدينامية الحاصلة بين البلدين بعد سنتين من إحياء الذكرى المئوية وتوقيع إعلان سياسي مشترك معبرا عن ارتياح الرباط لكيفية تطبيق الالتزامات المضمنة في الإعلان المشترك. وأضاف أن المغرب بتوجيهات من الملك محمد السادس حريص على تعزيز وتنويع شراكته، مبرزا أن الحوار السياسي بين المغرب وسويسرا شهد تطورا كبيرا، وخلال شتنبر المقبل سيحتضن المغرب الحوار السياسي بين البلدين الذي يتطرق لقضايا مهمة. وأوضح بوريطة أن المغرب يمثل الشريك الاقتصادي الثالث لسويسرا في القارة الإفريقية، مبينا أن الزيارات المتبادلة بين وزراء البلدين ستستمر في الأسابيع والأشهر المقبلة، مردفا أن الدولتين ستنسقان فيما بينهما بخصوص القضايا الإقليمية والدولية. أعلن قائد مجموعة فاغنر العسكرية
يفغيني بريغوجين تمرده على الجيش الروسي، متهما إياه بقصف مواقع لمجموعته وإيقاع خسائر فادحة، فيما نفت موسكو الاتهامات واتخذت إجراءات أمنية مشددة في المرافق الحكومية. ودعا يفغيني بريغوجين في سلسلة رسائل صوتية نشرها مكتبه الشعب الروسي لحمل السلاح ضد الجيش الروسي، مهاجما وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وقال إنه سيشنق في الميدان الأحمر وسيدفن في الضريح مع لينين، لافتا إلى أنه سيسيطر على مدينة في الجنوب، وتوعد بالوصول إلى موسكو. وقال بريغوجين في المقطع المصور: وصلنا إلى هنا ونريد لقاء رئيس الهيئة الأركان العامة شويغو، إذ لم يأتيا سنكون هنا، سنحاصر المدينة روستوف ونتجه إلى موسكو. وخرج الرئيس فلاديمير بوتين صباح اليوم ليصف تصرفات فاغنر بأنها طعن في الظهر وخيانة كبيرة. وقال الرئيس الروسي في كلمة له إن كافة المتورطين في محاولة التمرد المسلح سيعاقبون حتما، مؤكدا لن نسمح بتقسيم روسيا مرة أخرى وسنحمي شعبنا. وقال في خطاب متلفز: نواجه خيانة كبرى، الطموحات المفرطة والمصالح الشخصية أدت إلى خيانة البلاد والشعب. من جانبه قال بريغوجين إن بوتين أخطأ بشدة وكثيرا باتهامه مجموعة فاغنر بالخيانة، وتابع لا أحد من مقاتلي المجموعة يرى نفسه مذنبا أو يرغب في تسليم نفسه للجيش الروسي بناء على طلب الرئيس الروسي وهيئة الأمن الفيدرالي.